تخيل معايا ان في الامارات وتحديدا في ابو ظبي تم افتتاح مكان اسمه ابراهيم الزهوم، وده معناه البيت الابراهيمي. والمكان ده بيضم مسجد ومعبد وكنيسة اللي هم الثلاث ديانات، الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهم بيقولوا إن دي كانت ديانة سيدنا إبراهيم. تعالى بقى أقول لك إيه هي ديانة سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأصلا جمع الثلاث ديانات في مكان واحد ده ضلال وكفر أصلا. عاوزين يثبتوا ان الاسلام بيتساوى مع كل الديانات، وده بيناقض كلمة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبرضه مش عاوزك تنسى ان الهدف الرئيسي هو التضليل والتبعيد عن الدين الاسلامي. وقال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. متنساش تشترك في القناة وتصلي على النبي. والحلقة كانت صغيرة عشان الموضوع مش محتاج الأهمية الكبيرة دي أصلا. سلام.